هلو everyone، مرحبا بكم في اجي تعلم انجليش. اذا بزاف ديال التلاميذ طلبوا مني نعمل لهم الدرس ديال كونديشنال، بالضبط كونديشنال تايب 3، حيت في الامتحان الوطني هذا كيطيح سؤال على الكونديشنال تايب 3. اما الكونديشنال تايب 1 ولا 2 ما كيطيحوش، يعني غادي تركز غير مع هذا تايب 3 فقط. اذا شنو هو الكونديشنال؟ الكونديشنال سيدي هو الشرط. بالحق فهاد الشرط هذا الكونديشنال تايب 3 يعني ما كيعبرش تماما بالضبط على الشرط، وانما متعلق بالندم. يعني كتقول شنو؟ كتقول اذا كنت عملت شي حاجه في الماضي كحدي دارت شي حاجه، اولا العكس، اذا كنت ما عملتش هاد الحاجه ما كانش يوقع لي هذا. يعني هذا هو الكونديشنال تايب 3. يعني كيفاش الطريقه اللي غادي تعبر بها على اول حاجه. مثلا ما خدمتيش مزيان، ما نجحتيش، غادي تقول كون غير خدمت مزيان كوراني نجحت. اولا يعني العكس، يعني كنتي عملتي شي حاجه وغادي تقول كون ما عملتهاش، كون مثلا كنتي كتسوق بالسرعه غادي تقول كون ما كنتش سوقت بالسرعه، كون ما حديش عملت قصيده. هذا هو الاستعمال ديال الكونديشنال تايب 3. اذا ندوزو نشوفوا القاعده ديالو. اذا عندنا الفورم شنو هي؟ يعني هي ستراكشر، يعني البنيه ديال هذا الكونديشنال البنيه ديالو كتقسم من جوج ديال البارت، يعني جوج ديال الاجزاء. في الجزء الاولاني كيكون عندنا if plus past perfect، يعني كيكون عندنا if موراها الباست بيرفكت. اذا كنتي باقي ما عارفش الباست بيرفكت، هاو تحت الفيديو وغادي تلقى الرابط ديال الدرس ديال الباست بيرفكت اللي شرحته بالضبط وشرحته بالتفاصيل كيفاش تصاوب الباست بيرفكت، واللي هو هاد بلاس الباست بارتيسيبل. اذا يعني اذا كنتي باقي ما عارفش الباست بيرفكت مزيان، هاو تحت الفيديو وتفرج الدرس ديال الباست بيرفكت، عاد اجي كمل هذا. اذا قلنا في الجزء الاول عندنا if بلاس الباست بيرفكت، في الجزء الثاني عندنا would have موراها البيبي اللي هو الباست بارتيسيبل. اذا هذه هي البنيه ديال الكونديشنال. اذا في الاولى اف كتقول اذا كنت عملت شي حاجه، ولا اذا كنت ما عملت شي حاجه. في الجزء الثاني كتكون كحدي عملت شي حاجه ولا كحدي ما عملت شي حاجه. اذا هذه هي البنيه ديالو. ندوزو نشوفوا امثله باش نطبقوا مزيان هادشي ونشوفوا يعني على ارض الواقع هاد البنيه كيفاش كنجسدوها. مثلا I didn't go to the cinema. I didn't have money، يعني ما مشيتش السينما، ما كانش عندي الفلوس. هنا شنو غادي تعمل؟ هنا هاد الحاله غادي تحاول تخرج منها ديك الحاجه اللي متعلقه بالندم. يعني انا ما مشيت للسينما، ما كانش عندي الفلوس. يعني غادي تقول شنو غادي تكون؟ كون كان غير عندي الفلوس كحد مشيت للسينما. يعني كون كان عندي الفلوس كحد مشيت للسينما. اذا اولا غادي نهدكو ديك الحاجه ديال اف. شنو هي الحاجه ديال اف؟ البارتي متعلقه باف هي كون كانوا غير عندي الفلوس. كون كانوا غير عنده الفلوس غادي نعملو if I had money. اذا كيفاش جبنا هاد if I had money؟ هاد مين جبناها؟ كنرجعوا البارت الاولى شنو عندنا I didn't have money. هنا الفيرب شنو هو؟ الفيرب هو have. ديك النيجاتيف didn't معنا ما نعملوا بها، حيت النيجاتيف اللي عندنا في الجمله الاولى ملي كنبغيو نرجعوه كونديشنال كيرجع افيرماتيف، يعني ما كيبقاش عندنا ديك النفي. حتى لو كان ما كانش عندي فلوس، هني غادي نقولوا كون كان غير عندي الفلوس، يعني ما غاديش يبقى عندنا النيجاتيف. اذا غادي نشوفوا الفيرب شنو هو هاف. اذا هاف غادي نعملوها في الباست بيرفكت، وهاف الباست بيرفكت ديالها هو هاد ديك هاد كتعاود جوج ديال المرات، هاد ماني. اذا بكل بساطه يعني خصك تكون عارف غير الباست بيرفكت. عملتي الباست بيرفكت ديال هاف ولات if I had money. وبالنسبه للجزء الثاني غادي تعمل I would have gone to the cinema. إذا شنو عملنا هنا مشينا عاودنا البارت الأولى شنو فيها I didn't go to the cinema. هنا الفيرب شنو هو الفيرب هو go. إذا كيف ما قلنا نيجاتيف معنا ما نعملو بما أننا ما نعملو ديك didn't، غادي نحتاجو فقط go. غادي نعملو would have، وموراها غادي نعملو الباست بارتيسيبل ديال go واللي هو gone. كيف ما سبقت لي هضرت سابقا على الباست بارتيسيبل خصك تحفظهم، ما كاين حتى حل من غير تحفظهم. هادو كيتحفظوا هادو بحال الف باء تاء، يعني خصك تحفظهم، ما كاينش شي حل اخر مثلا شي قاعده ديالهم. لا كاين القاعده ديالهم كاين الباست بارتيسيبل غير دي في الاخر، ولكن كاين لي irregular verbs اللي كيتحفظوا، يعني اغلبيه ديالهم كيتحفظوا، خصك تحفظهم. اذا الباست بارتيسيبل ديال go هو gone. اذا عملنا would have موراها الباست بارتيسيبل ديال go هو gone to the cinema، وهذا هو الباست بيرفكت. يعني في الاول كان عندنا انا ما مشيت للسينما، انا ما كانش عندي الفلوس، غادي نحولها للكونديشنال كون كانوا غير عندي الفلوس كحد مشيت للسينما. اذا هذا هو المثال الاول. ارا ندوز نشوفوا مثال ثاني باش نزيدو نفهموا اكثر. حمزه didn't go to school. he didn't pass the exam. هنا شنو كتعني؟ حمزه ما مشاش للمدرسه،
ما دوش الامتحان، يعني حمزه ما مشاش للمدرسه، حمزه ما دوش الامتحان. هنا شنو غادي نرجعوها؟ غادي نرجعوها كو كان حمزه مشى للمدرسه كو حدو دوز الامتحان، يعني كو كان مشى للمدرسه كو حدو دوز الامتحان. اذا كيف ما قلنا هنا عندنا النيجاتيف في الاول، يعني النيجاتيف ما مشاش ما دوز الامتحان، قلنا ديك ديدنت ضرب عليها ما كنحتاجوهاش ملي كنبغيو نحاولوا الكونديشن، حيت غادي نرجعوها للافيرماتيف هنايا. اذا هنا غادي نقولوا if حمزه had gone to the cinema. اذا هنا مين جبنا ديك هاد gone؟ مين جبناها؟ في الاول عندنا تسكول، عفوا قلت السينما بقات معايا الجمله الاولى تسكول. حمزه عندنا جو تسكول، الفيرب شنو هو جو. غادي نعملوا الباس بيرفكت ديال جو، كيف ما قلنا الباس بيرفكت ديال جو هو had gone. اذا كان حمزه مشى للمدرسه had gone. في البارت الثاني غادي نعملوا he would have passed the exam، كو حدو دوز الامتحان. شنو عملنا هي يعني السبجيكت ديالو ديال حمزه would have اللي كاينه في القاعده، ومور would have كنعملوا الباس بارتيسيبل ديال الفيرب اللي كاين في ديك الجمله واللي هو باس الباس بارتيسيبل ديالها هو باست. هذا ريغولار فيرب كنزيدوا له غير ايدي في الاخر صافي، يعني هذا عنده قاعده. اذا يعني هاد الدرس يعني ماشي سهل بزاف، يعني شويه خصك تفهم له هاد القاعده. اذا كنت سطال في الانجليزيه الدرس يحيدوا عليك، يعني عليه واحد نص نقطه في الامتحان، ما يعني ما غتجيب، يعني حاول تفهموا، حيت يعني كتطبق غير القواعد، ولكن اذا ما فهمتيش ماشي مشكل، يعني تقدر تجيب النقط ديالك في اسئله الاخرين. اذا هذه بالنسبه ملي كيكون عندك النيجاتيف وكتحول للانفورماتيف، يعني ما عملتيش شي حاجه وكتجي تقول كنت غير عملت شي حاجه. دابا غادي ندوزو نشوفوا العكس، يعني عملتي شي حاجه في الباس ودابا غادي تندم عليها، غادي تقول كون غير ما عملتهاش، يعني كون ما عملتهاش لهاد الحاجه حدي ما وقع ليش هكذا وهكذا. يعني غادي ندوزو وغادي نشوفوا دابا العكس، غادي نشوفوا كيف ما قلنا من الافيرماتيف للنيجاتيف. اذا عندنا من الافيرماتيف النيجاتيف. نشوفوا مثال I drove fast I had an accident، يعني سوقت بالسرعه، يعني كنت كنسوق بالسرعه I had an accident عملت قصيده. هنا شنو غادي ترجع كو ما كنش سوقت بالسرعه حدي ما عملتش قصيده. اذا غادي نطبقوا القاعده في الاول. شنو هو السبب هو سوقت بالسرعه، غادي نعملوا كو ما كنتش سوقت بالسرعه، وغادي نعملوا if I hadn't driven fast. ما يجيبنا داك hadn't driven في الاول. الفيرب اللي عندنا شنو هو الفيرب هو drove، ودروف شمن فيرب هو درايف. غادي تعمل الباس بيرفكت ديالو، الباس بيرفكت ديالو هو hadn't driven. وكيف ما كتشوف هنا عملنا النيجاتيف، علاش عملنا العكس؟ حيت في الاول عندنا افيرماتيف ما عندناش النفي، بالحق هنا كنقلبوا نعملوا العكس، غادي نعملوا hadn't عاد موراها driven. يعني في الاول سوقت بالسرعه، انا غادي تقول كل ما كنتش سوقت بالسرعه if I hadn't driven. وبالنسبه للبارت الثانيه I had an accident غادي تعمل I wouldn't have had an accident. كيفاش عملنا هنا؟ عملنا النيجاتيف غادي نعملو wouldn't have، هذه قاعده wouldn't have حتى في الاول كان عندنا affirmative، هنا رجعناها نيجاتيف I wouldn't have، وموراها البيبي اللي قلنا هو الباس participle ديال الفيرب have، والباس participle ديال الفيرب have هو had an accident. هذا هو الكونديشنال. واخيرا نشوفوا مثال اخر. سارة worked hard سارة succeeded، يعني سارة خدمت مزيان سارة نجحت. اذا غادي نعملو كو كان سارة ما خدمتش مزيان كون ما نجحاتش، يعني غادي تقول يعني كون ما خدمتش مزيان كون راها ما نجحاتش. غادي نعملو if سارة hadn't worked hard. مين جبنا داك hadn't worked؟ جبناها من الفعل الاول اللي عندنا work غادي نعملو الباس بيرفكت ديالو في النيجاتيف، يعني hadn't worked hard she wouldn't have succeeded، ما كانتش تنجح. wouldn't have قلنا عندنا في القاعدة wouldn't have موراها عندنا succeeded كيف ما شفتوا كنزيدو واحد ايدي في الاخر succeeded اللي هي الباست participle ديال الفيرب succeed. اذا هادشي اللي كاين، هذه هي القاعده ديال الباست بارتيسيبل. اذا ما فهمتيش حاول تعاود الفيديو وتهديك من الاول، حيت الا جيت نشرح لك بالثقاله ونشرح لك بشويه راه غاخصني 2 ساعات 3 ساعات ونص مسالي. حاولت نشرح بكل بساطه يعني بسرعه القواعد ديال هذا الدرس هذا. اذا هادشي اللي كاين حاول تفهم هاد القواعد هادو وتطبق هادشي اللي قلت لك. حاول يعني اهم حاجه باش تفهم هاد الدرس هي التمارين. حاول تحمل التمارين وتطبق هادشي اللي عملنا. وضروري كيف ما قلنا تعرف الباس بيرفكت، هو تحت لا فيديو الرابط وتفرج في الباس بيرفكت باش تعرف القواعد ديالو. اذا هادشي اللي كاين، كنتمنى تكونوا فهمتوا هاد الدرس هذا. اذا الامتحان ما بقى له والو، حاول تزير هاد الايام اللي بقات وان شاء الله ما يكون غير الخير والله يوفق. جود باي.